بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة مواطن مصري، ونسعد دائما بلقائكم. الفيديو بتاع النهاردة هيكون عن ملفات 2023 وتحديدا عن الحرب الروسية الأوكرانية. نخلي بالنا ان ده تحليل للموقف للحرب الروسية الأوكرانية، وعايزين في الآخر نستنتج ايه اللي هيحصل في 2023 بالنسبة لهذه الحرب، لأنها تأثيرها على العالم كله. طيب، نخلي بالنا ان الحرب الروسية الأوكرانية دي حرب ما بين روسيا وحلف الناتو. اوكرانيا دي الحرب بتاعت اوكرانيا دي، اوكرانيا بتقوم فيها بدور الوكيل عن الحلف الناتو، او اللي هو الواجهه بتاعت حلف الناتو. لكن حلف الناتو ما يقدرش يخش في حرب روسيا واوكرانيا لاسباب طبعا كتيره، اهمها الصواريخ النوويه او القنابل النوويه، لان طبعا هتبقى مواجهه مباشره ما بين روسيا والناتو. فطبعا الناتو فضل الاتي، او بمعنى ادق هو طبعا مش الناتو بس، لا ده امريكا فضلت انها تخش الحرب ديت عن طريق انها تدي اسلحه وتجند مرتزقه لمين؟ لاوكرانيا. طبعا الناتو تبع امريكا، يعني بيتبع امريكا، انساق طبعا وراء امريكا، لان طبعا امريكا هي بالنسبه له الحاضنه بتاعه حلف الناتو. طيب، اوكرانيا دي فيها زي ما احنا قلنا، دي حرب بالوكاله بتقوم بيها اوكرانيا بالنيابه او بتوكيل من حلف الناتو. طبعا في ناس كتير جدا يقول لك الله، ايوه روسيا دي اعتدت على اوكرانيا وبتحاول انها تاخد جزء من اراضي اوكرانيا. طيب معلش، طبعا انا الاعلام عموما، او يعني الدول، امريكا وحلف الناتو ما بيجيبوش سيره ايه سبب الحرب دي، ليه روسيا قامت بالحرب دي، او ايه اللي كان بيحصل قبل الحرب. حتى الاعلام الروسي مش عارف، يعني برضو ما بيجيبش سيره ايه السبب ان هم قاموا بالحرب دي ضد اوكرانيا. لا، نبقى احنا واضحين في الجزئيه ديت. اوكرانيا طلبت ان هي تنضم لحلف الناتو. معنى انها تنضم لحلف الناتو يبقى معناها ايه؟ معناها انها هتجيب اسلحه، الناتو هيدخل اسلحه واسلحه نوويه كمان الى اوكرانيا. يبقى اذا النهارده روسيا مش هتقدر، هتبقى في مرمى النيران بتاعه حلف الناتو والصواريخ النوويه بتاعه الناتو. هي طبعا ممكن جدا الصواريخ دي تتضرب من مكان بعيد يعني، بس النهارده مفيش دوله في العالم هتقبل، ودوله كبرى، لان برضو الاتحاد السوفيتي ده قطب من الاقطاب الدوليه دلوقتي مفيش فيها نقاش، هي والصين، يعني امريكا وروسيا والصين اصبحوا اقطاب دوليه، ما اصبحش قطب واحد لامريكا. فبالتالي مفيش دوله في العالم هتقبل ان يبقى في تهديد نووي على الحدود بتاعتها. والكلام ده على فكره انا اتكلمت عليه قبل كده. الموقف ده حصل بس كان معكوس في ستينات القرن الماضي، يعني الناس اللي عندها دلوقتي يعني 60 سنة وأكتر ممكن جدا يكونوا عصروا الأزمة دي. كانت اسمها أزمة خليج الخنازير. هو جت التسمية منين؟ في كوبا قريبة جدا من أمريكا، في فاصل ما بين كوبا وأمريكا خليج اسمه خليج الخنازير، فسموه الأزمة على الاسم ده. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الاتحاد السوفيتي في الوقت ده، وده كان بيضم عدة دول مش روسيا بس، حرك صواريخ نووية ونصبها فين؟ نصبها في كوريا. طبعا كان في الوقت ده رئيس اسمه كينيدي، الكينيدي ده اللي هم اغتالوه. المهم يعني كينيدي طبعا قال لهم لا، وجود الصواريخ دي في كوبا ده، كوبا هتتضرب بالنووي اللي ما فيش فيها فصال، يعني هندمر كوبا. طبعا
روسيا على طول او الاتحاد السوفيتي تراجع عن هذا الكلام وشال البطاريات الصواريخ وشال الاسلحه بتاعته ورجعها الى الاتحاد السوفيتي. بيحصل دلوقتي العكس، ان اوكرانيا هي اللي عايزه، او بمعنى ادق الناتو عايز يخش فين؟ عايز يخش اوكرانيا. طبعا انا بقول الكلام ده والكلام ده للتاريخ. زيلينسكي ده اللي هو رئيس اوكرانيا ده راجل عميل امريكي بريطاني بامتياز، دمر شعبه، دمر بلده. الله اعلم بقى ليه، هيبين التاريخ بقى ايه بالظبط. هو لما جندوه بايه؟ بفلوس، بضغط، بايه؟ الله اعلم. المهم يعني طبعا دي كانت احد اهم الاسباب اللي قامت الحرب على اساسها. طبعا بوتين هو كمان ده قطب دولي موجود، فطبعا خطط ان هو يرجع الاجزاء اللي هي كانت اساسا من ضمن دولة روسيا، اللي هي زي شبه جزيرة القرم، والأربع مناطق اللي هم اللي بيدور الصراع حواليهم دلوقتي، في مقابل ان هو يمنع اوكرانيا انها تخش حلف الناتو. طيب ده كان مقدمة صغيرة عن الحرب واسبابها. طيب لو قلنا يا جماعه الحرب الاوكرانيه دي تاثيرها ايه؟ ده لا، تاثيرها على على العالم كله. ليه؟ لان معظم الدول العالم بتعتمد على سله الغذاء بتاعه روسيا واوكرانيا. طيب انا اللي يهمني دلوقتي المنطقه العربيه بتاعتنا والحلف العربي، ايه تاثير الحرب ده عليه؟ طبعا الحمد لله ان دلوقتي في اداره واعيه في معظم الدول العربيه، وطبعا نتج عنها الحلف العربي، واتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده. طبعا الدول العربيه ابتدت تشوف لا، النهارده الدول العربيه مش موافقه ان امريكا تبقى القطب الاوحد في العالم. كده كلام واضح وبصراحه. والدليل على كده ايه؟ ان الامير محمد ولي عهد السعوديه تمام جاب الرئيس الصيني وجاب رؤساء الدول العربيه كلها بالكامل في السعوديه، واجتمعوا وشافوا ان المصالح او الامن القومي للحلف العربي ده بيستلزم وجود عالم متعدد الأقطاب، مش تبقى أمريكا هي المهيمنة والمسيطرة عليه. طبعا الرسالة وصلت لأمريكا بعد برضو الاجتماع اللي حصل ما بين الأمير محمد بن سلمان مع بايدن في السعودية، ووقتها اتقال ده هو رايح علشان مش عارف يخلي الأوبك يزود الإنتاج بتاع البترول. فطبعا ما حصلش الكلام ده خالص. وفي نفس الوقت بايدن جه يتكلم مع محمد بن سلمان في القضية بتاعت خاشقجي ديت، اللي هي طبعا حقوق الإنسان والكلام الفارغ اللي هم طبعا أو السلاح اللي هم بيستخدموه. تم تحييد السلاح دوت، وكرر نفس الموضوع في مصر في شرم الشيخ في اجتماع قمة المناخ. برضو رؤساء الدول كلهم جم ومنهم بايدن، واجتمعوا مع الرئيس السيسي وعملوا اجتماعات. وجه طبعا اللي هو الديل بتاع الحية الأمريكية اللي هو بريطانيا، ريشي سوناك ده اللي هو رئيس الوزراء بتاعهم، وقعد في مصر وقعد يطلب طلبات غريبة جدا. مش عارف واحد هنا مش اسمه علاء عبد الفتاح، وده ناشط وده خد الجنسيه البريطانيه فلازم تفرجوا عنه ولازم ناخده. طبعا برضو مشي وقفاه يأمر عيش، برضو ما حصلش الكلام ده. فطبعا العالم تنبه ان لا، في حلف عربي ومصر على ان هو ما يبقاش في قطب واحد، لا لازم يبقى عالم متعدد الاقطاب، وفي نفس الوقت ما تبقاش في اوراق ضغط على الحلف العربي. وتم تحييد سلاح حقوق الانسان اللي كان ضدنا ده، واخرها طبعا الموضوع بتاع تيران وصنافير، وده باذن الله هنبقى نتكلم عنه في فيديو تاني، وايه المشكله اللي موجوده فيها دلوقتي. طب ممكن نقول بقى دلوقتي ايه؟ ممكن نقول هي امريكا عايزه ايه من الحرب ديت؟
هو معلش خلينا نبتدي كده واحدة واحدة. أمريكا فشلت فشل ذريع في حربها، أو حربها بالاشتراك مع حلف الناتو في حرب أوكرانيا. ليه؟ لأن النهاردة في أهداف روسية، الأهداف الروسية دي اتحقق منها لحد دلوقتي 75%. طيب أمريكا كانت بتراهن على إيه؟ أمريكا كانت بتراهن على فرض عقوبات على روسيا، عقوبات اقتصادية، بحيث إنها توقع الاقتصاد بتاعها، وكمان تدعم أوكرانيا بأسلحة تقدر تواجه بيها الجيش الروسي. روسيا نجحت زي ما احنا قلنا بإيه؟ بإنها وصلت وحققت أهداف حوالي 75 أو 80% من أهدافها من هذه الحرب. منعت أوكرانيا إنها تخش حلف الناتو، وفي نفس الوقت الأقاليم اللي هي كانت عايزة تضمها خدت منها حوالي تقريبا 80% وبتكمل الجزء الباقي. طيب أمريكا حملت أوروبا ما لا تطيق، يعني بالذات الدول الأوروبية اللي هي الرئيسية في حلف الناتو، اللي هي إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. الأربع دول دول لا خلاص اقتصادهم اتهز جامد جدا، والناس عايشة هناك في الدول دي في صقيع، والكهرباء حالة يعني يرثى لها. ابتدت الدول دي، وهنتكلم عن الموضوع ده دلوقتي، خلاص بتشيل ايدها من الموضوع، وتحاول هي في الاتحاد الاوروبي انها تعمل اتحاد اوروبي، ويبقى ايه يعني قوه موجوده، قطب كمان موجود. وده يعني باذن الله برضو هتشوفوا في الايام اللي جايه ان امريكا القوه بتاعتها في حلف جديد. الحلف الجديد ده هيبقى امريكا وكندا واستراليا وانجلترا، الاربعه دول. ده هيبقى قطب. والاتحاد بقيه الاتحاد الاوروبي، تمام، انجلترا خلاص خرجت منه، هيبقى قطب، وروسيا قطب، والصين قطب. طيب كويس قوي. عالم متعدد الاقطاب ده اميز للعالم. ليه؟ لان هتبقى كل قطب من الاقطاب العالميه دي بتحاول انها ايه تتودد الى الدول، علشان تبقى هي الدوله دي افضل مع او تحدد القطب اللي هي عايزاه بحريه، وبدون وجود قطب واحد هو اللي بيسيطر على العمليه دي كلها. طيب لو جينا كده بصينا على امريكا، ليه انا بقول ان امريكا فشلت؟ النهارده في خلاف كبير جدا ما بين الاتحاد الاوروبي وما بين امريكا. تخيلوا ان امريكا بتبيع الغاز لاوروبا 4 أضعاف عن سعر الغاز العالمي. تخيلوا هذا. طيب ليه بتعمل الكلام ده؟ لان هي امريكا قالت للاتحاد الاوروبي سيبك من الغاز الروسي ده، ودمروا الخطوط بتاعه الغاز، وايه انا هديكم الغاز اللي انتوا عايزينه. وطبعا امريكا بتقول لك لا، اصل احنا النهارده الغاز ده وتمن نقله مش تمن نقله وبتاع وكلام من ده. طب منين انتوا حلفاء؟ يعني ده انت المفروض ان كنتم يعني الغاز ده يعني تدوا له اوروبا، يعني حتى على الاقل مثلا بنسبه ربح، هامش ربح مثلا 2 او 3%، علشان المهم طبعا ان طبعا الكلام ده هتقول لي طب الكلام ده اهي سكاي نيوز عربيه نقلت الكلام ده. طيب RT كمان بتقول ايه؟ بتقول ملامح انهيار القطبيه الاحاديه في الغرب. تكثفت ملامح انهيار الأحادية القطبية في دول الغرب خلال العام المنصرم في عام 2022. تجلى ذلك في ايه؟ في الازمات المتكررة بين واشنطن ودول الاتحاد الاوروبي الحائرة بشأن تبعيتها، ما هي تابعة لواشنطن والناتو. تمام. طيب عايزة تعمل ايه؟ الاستقلال بقرار يجعلها عنصرا في عالم متعدد الاقطاب طور التشكيل. يعني الاتحاد الاوروبي يبقى قطب لوحده مش تابع لامريكا. ليه بقى يا جماعه؟ لان صدقوني يعني او بكره الكلام ده هيبان ملامحه كتير جدا. دلوقتي امريكا خلاص بقى حاجه كده سوري يعني بالبلدي، المتغطي بامريكا عريان. خلاص امريكا ما بقتش هي القطب الاوحد اللي في العالم اللي تقدر انها تتماشى مع كل الدول وتجبرها على مواقف معينه. طيب حلف الناتو لا،
هيتفك الجزئين زي ما قلت لكم. هيبقى في حلف الناتو وحلف جديد امريكا هتشكله ما بين استراليا وانجلترا و استراليا وامريكا وانجلترا و بعض الدول زي السويد والنرويج وكندا كمان. طب هتقولي طب ليه ايه لازمه كندا وايه لازمه استراليا في الموضوع؟ لا، دول قوه اقتصاديه كبيره جدا في العالم، فهي عايزه تسيطر عليهم عشان بعد كده الحروب اللي جايه كلها يا جماعه كلها حروب اقتصاديه. الحروب العسكريه يعني هتبقى محدوده جدا، وهبقى اشرح الكلام ده بعد كده باذن الله بفيديو ليه وايه سببه. طيب يبقى اذا النهارده اللي هيحصل زي ما احنا قلنا ان روسيا لا في خلال 2023 تقريبا اعتقد انها هتحقق كل اهدافها وهتوصل انها طيب لو روسيا اخذت الاقاليم الاربعه بتوعها واخذت جزيره القرم وخلصت الموضوع ده، هل اوكرانيا هتسكت؟ لا، امريكا هتستغلها حتى اخر جندي اوكراني. امريكا جندت ما يقرب من 100,000 مرتزق من دول امريكا اللاتينيه، ودربتهم على الاسلحه الامريكيه وبتبعتهم لاوكرانيا. طبعا التكاليف عاليه جدا، التكاليف عاليه جدا، واوروبا الاتحاد الاوروبي بيسحب ايده واحده واحده، مش قادر يسحب ايده مره واحده، بس بيسحب ايده لان الاقتصاد عندهم شبه منهار. فبالتالي روسيا طبعا يعني زي ما بقول كده بتتك على الحته دي، وبعدين كل الغاز بتاع روسيا وكل البترول بتاع روسيا كله بتاخده دلوقتي الصين والهند. والصين خلاص فتحت، قالت لك كورونا اللي عنده كورونا يروح المستشفى، لكن عودة الاقتصاد في الصين وفي الهند وفي دول آسيا لا طبعا هيستوعب الغاز الروسي والبترول الروسي، فبالتالي الاقتصاد الروسي التأثير عليه محدود في في الحرب. طيب يبقى في المجمل بقى الموضوع ده هيبقى ايه؟ في حلين دلوقتي او اتجاهين. الاتجاه الاولاني ان امريكا هتستغل ان الجمهوريين اخذوا نسبة اعلى في الكونجرس الامريكي واصبح ليهم حرية القرار. طبعا بايدن في الحزب الديمقراطي، فأي مساعدات هيديها لأوكرانيا لازم تمر من خلال مين؟ من خلال الكونجرس. الكونجرس خلاص دلوقتي بيقول لك بيفكر لا خلاص كفايه لحد كده، ان احنا الفلوس اللي بنصرفها هناك ممكن جدا نجند لهم مرتزقه و لا اخره. تمام؟ طيب ده اتجاه، فبالتالي كده روسيا هتقدر انها تسيطر على الموقف وتاخد اكبر قدر من المكاسب. وممكن جدا ان لا هناك الحل بتاع ده الحزب الجمهوري يعني يتفاوض مع الحزب الديمقراطي، ويعني يقولوا ان امريكا في خطر وانها فلازم نكمل في اوكرانيا. طيب هيكملوا ازاي؟ ابتدت امريكا تبقى في تصاعد في الاسلحه اللي بتديها لاوكرانيا، زي زي نظام باتريوت الصاروخي. طبعا النظام ده اولا مكلف جدا، ولكن زيه زي بقيه الاسلحه كلها اللي اديتها امريكا لاوكرانيا، كلها اسلحه اكسباير. يعني ايه اكسباير؟ يعني خلاص السيستم ده بقى بقى قديم، بقى منظومات قديمه، الهايمارس والهاوتزر الامريكي وحتى الاسلحه اللي جت من الاتحاد الاوروبي كلها اكسباير، يعني منتهيه ليه؟ لان في اسلحه احدث موجوده عند امريكا وعند دول الاتحاد الاوروبي، ولكن هم بيتخلصوا من الاسلحه القديمه اللي عندهم في سبيل ان هم يشغلوا المصانع بتاعتهم ويعملوا ينتجوا بقى، يبداوا في انتاج الاسلحه الاحدث، واللي عندهم يتخلصوا منه من المخازن، ما يبقاش نفايات عندهم، فبالتالي يفضوا النفايات دي فين؟ في اوكرانيا.
هندي مثال اهو زي اللي هو ايه نظام باتريوت الصاروخي ده. النظام الباتريوت ده على فكره منظومه دفاع جوي، ودي يعني احدث حاجه فيها اللي هي الباك 3 اللي موجوده قدامنا ديت. طيب ايه الباك 3 ديت؟ الباك 3 ديت في زي ما احنا قلنا نوعين، باك 2 وباك 3، هم هيدوم الاثنين دول كويس قوي. طيب باك 3 دي بتقدر تطلع 16 صاروخ دفعه واحده. الصاروخ الواحد فيهم تكلفته قد ايه؟ حوالي ما يقرب من اكتر من 5 مليون دولار. طب الطياره المسيره اللي بتبعتها روسيا علشان تضرب في في اوكرانيا، الطياره دي لا تتعدى $100,000. تخيلوا بقى لما نستخدم صاروخ، بس المنظومه نفسها قديمه فمش مشكله بالنسبه لهم. ولكن طيب لما تخلص الصواريخ دي، لا طبعا مش هيديهم صواريخ حديثه خالص، مش نظام باتريوت بقى الحديث، في حاجات احدث كمان من نظام الباتريوت دي موجوده في امريكا، مش هيدوهم، لا خلاص. تمام. طيب يبقى اذا النهارده الحرب الاقتصاديه اللي بتشنها امريكا على روسيا، تمام، مش هتجيب نتيجه، ولكن هتجيب نتيجه جوه امريكا في ايه؟ في ان مصانع الاسلحه بتاعتها هتبتدي تشتغل. ليه؟ علشان تبتدي تنتج اسلحه تعوض بيها، بس هتبقى اسلحه بقى ايه؟ حديثه. لسه قدامها فتره. طيب امريكا عشان تدرب المرتزقه على استخدام، او الاوكرانيين على استخدام الباتريوت ده، لا طبعا محتاجه لها على الاقل مش اقل من 2-3 شهور. ليه؟ لان المرتزقه اللي جايين من امريكا اللاتينيه دول بيتدربوا فين؟ بيتدربوا في بولندا. بولندا دي دولة قريبة من أوكرانيا أو ليها حدود مع أوكرانيا، وبيروحوا هناك يتدربوا. فبولندا أساسا فيها أنظمة الباتريوت القديمة دي، فطبعا هيتدربوا عليها ويخشوا إلى فين؟ إلى طبعا الكلام ده كله كلام معروف لأمريكا إن الموضوع القضية دي منتهية، ولكن زي ما بقول لكم امريكا عايزه تكسب لحد اخر جندي اوكراني. طيب بعد ما يحصل الكلام ده هيحصل ايه؟ زيلينسكي ده حاجه من الاثنين، يا اما هيتهرب بره اوكرانيا ويجي نظام جديد في اوكرانيا يقعد مع الروس ويمضي معاهم معاهده، ما لهاش حل غير كده. تمام. بس على اساس ان تبقى اوكرانيا منزوعة الدسم. منزوعة الدسم يعني ايه؟ يعني ما فيش فيها اسلحه، او الاسلحه اللي فيها كلها يعني ايه؟ حاجات بسيطه، بحيث انها بس تحافظ على النظام الاوكراني. طبعا زيلينسكي ده لو خرج سليم من اوكرانيا فهو طبعا فلوسه كلها بره، فما فيش مشكله خالص، هو وعيلته وعيله عيلته كمان ما فيش مشاكل خالص. طيب ايه الحل الثاني؟ الحل الثاني ان، وده طبعا انا اعتقد نسبته لا تتعدى 20% او 15%، ان روسيا خلاص تقبل بوقف اطلاق النار، وممكن جدا تتفاوض بقى على الجزء اللي باقي دوت. الجزء ده هم خلاص هم خدوا جزيره القرم، طيب ارجعوا بقى من ال4 اقاليم اللي انتوا يعني. انا بعتقد ان الحل ده يعني بعيد المنال جدا، ولكن امريكا مش عايزه هزيمه كامله، مش عايزه هزيمه كامله. طيب مش عايزه الهزيمه الكامله دي تحصل امتى؟ ان الروس ياخدوا اوكرانيا كلها، دي هتبقى هزيمه كامله لامريكا، زي بالظبط ما حصل ايام الثغره في حرب 73. الثغره اللي هم عملوها، هو من امتى اسرائيل بتسيب الارض الا اذا كانت يعني مرغمه على هذا الموضوع؟ لما كيسنجر قابل السادات واتكلم معاه، السادات قال له لا، الثغره دي انا ممكن جدا اقفلها، والقاده العسكريين بيضغطوا عليا على اساس ان انا ثغره عرضها بتاع حوالي تقريبا 9 كيلو او 10 كيلو تتقفل يعني. قال له لا، امريكا مش هتسمح بان تحصل هزيمه كامله للسلاح الامريكي. قال له خلاص الاسرائيليين يرجعوا. قال له طيب ماشي كويس، وكمان المصريين يرجعوا لخلف القناه، يعني كأن الحرب دي ما حصلتش. قال له مستحيل، ده الشعب المصري يطلع ياكلني. ده السادات طبعا اللي بيقول.
قال له ما مستحيل. ففي المهم في الاخر قال له طيب احنا يعني امريكا طبعا عشان برضو ايه تمسك العصا من النص، اتفقوا على ان ايه، على ان اسرائيل تنسحب من الثغره دي وترجع، ومصر تطلع قدام ويبقى في خط المواجهه يبقى خط متساوي، يعني كمان ناخد جزء من الاراضي، بحيث ان مصر تقلل القوات بتاعتها اللي موجوده شرق القناه عشان تدي الامان لاسرائيل انها مش هتقوم بحرب تانية، ويبتدوا بعديها المفاوضات. ده تقريبا التحليل او التوقع اللي موجود للحرب الروسيه الاوكرانيه في 2023. وطبعا باذن الله برضو مع الاحداث هنبتدي نتكلم ونوافيكم باخر الاخبار. واتمنى ان ما اكونش طولت عليكم، وشكرا لحسن استماعكم.